اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. النهارده معانا ميزانيه، برضو بناء على طلب احد المتابعين. الميزانيه دي لاسره 8 افراد. ربنا يبارك يا رب. وربنا يبارك لهم في، يعني ايه، في الميزانيه بتاعتهم، ويوسعها على كل اللي يعني ايه، كل متضايق وكل مكروب ربنا يوسعها عليه. الميزانيه بالنسبه ليهم، هما بيحبوا اللحوم، يعني عايزين اكتر الميزانية تكون فيها لحوم واسماك. عايزين الحاجة، يعني هي ستي بتقولي انا بلوص نص الشهر كده، مش عارفة الفلوس بتروح فين ومش عارفة اعمل ايه. انا عاملاها لك بنود، عامله لك الميزانية 4 بنود. وانتي جيت سألتك، انتي ما جاوبتيش عليا في موضوع المنظفات تبع الميزانية ولا انتي بتجيبوا منظفات خارج الميزانية. فانا هصور لك الورقة اخر الفيديو وشوفي. لو انا مش عارفه، انت ما رديتيش عليا، فانا مش عارفه المنظفات دي تبع الميزانيه او لا. على العموم انا حطيتها، انت بتقولي احنا بناخد تموين، فانا الزيت والسكر ده مش ذكرته في الميزانيه خالص. انا ذاكره كل حاجه وزودت لك المنظفات. اما لو بتجيبي منظفات بره الميزانيه كمان، فهيكون عندك ايه اوبشن تاني كده، احنا هنقوله في الاخر. خلاص هنسيب البند ده للاخر خالص. بس تعالي الاول نشوف احنا قسمناها ازاي، عشان ايه ما تتلخبطيش يا حبيبه قلبي، والدنيا يعني حاجه تكفي وتوفي معاكي. ولو تقدري تحوشي لك 100 جنيه ولا حاجه من الميزانيه شيلي، مش هيجرى اي حاجه. هي اول حاجه طلعي صدقه حتى لو بسيطه خالص، وادعي ربنا ان هو يبارك لك في الباقي، وان شاء الله ربنا هيكرمك. خلاص. اول حاجه عندنا بند الخزين. بند الخزين ده لازم، لان ده هو اللي ايه بيستر البيت. لو مفيش اي حاجه، في خزين موجود في البيت. عندك ايه؟ انا حاطه لك 1000 جنيه. 1000 جنيه دي خزين، هنطلعها كده على ناحيه. دي معروفه خزين، تنزلي بيها عند العطار بتجيبي بيها الخزين بتاع بيتك، ماشي. وده لازم في اول الشهر، يعني اول ما تاخدي 6000 جنيه ما تكسليش وما تاخديش 6000 جنيه مع بعض كده هيلا هوبا ونازله تحت راح اشتري حاجات البيت. فانت كده بتضيع نفسك. فانت بتقسميهم 4 تقسيمات او 5 على حسب، وتطلعي لكل البند المبلغ بتاعه، وتنزلي تكتبي الحاجات اللي انت ناقصاكي في البيت او اللي انت عايزاها، وتاخدي الورقه في ايدك وتجيبي اللي في الورقه. ما تجيبيش انت كده عفويا كده منك لنفسك كل حاجه تعجبك تنزليها وتاخدي منها. لا، انا كنت زي كده فكنت ببهدل الدنيا. لا، انت تعملي ايه؟ ابص على دولاب الخزين بتاعي، ابص على الخزين اللي في البيت، اللي ناقصني، اللي زياده، اللي ممكن اجيبه، اللي ممكن استغنى عنه، وبعد كده بنزل بقى. خلاص. فتعالوا نبدا كده، مش عايزه اطول عليكم. اول حاجه 1000 جنيه خزين، ماشي. هتجيبي ايه بال1000 جنيه الخزين دي؟ انت هتجيبي 10 كيلو رز. في ناس هتقول كتير وفي ناس هتقول شويه. انا حطيت لك في ايه، في المنتصف. لا انا يعني مش عارفه الناس هتعلق تقول ايه في في التعليقات شويه كتير، بس هي خلينا في 10 كيلو رز. حتى لو بقي معاكي حاجه للشهر الجاي، انتي بتشيلي مثلا لو في حق 2 كيلو موجودين او كيلو، بتشيلي تمنه بتاعي تحوشيه، وتجيبي بقى على اللي ناقص عندك 9 كيلو كمان. تبقى كده كملت ال10 وتدنك على المبدأ ده. خلاص. فهتجيبي 10 كيلو، انا حاطه لك الكيلو في رينج 30 جنيه ب 300 جنيه. او يا اما تجيبي لك شكاره 10 كيلو بقى زي ما بتطلع بقى، ماشي. عندنا ايه تاني؟ عندنا 8 كيلو مكرونه. هتجيبي 7 مكرونه وكيلو شعريه، او 7 مكرونه ونص شعريه ونص لسان عصفور، او 6 مكرونه وكيلو شعريه وكيلو لسان عصفور، انتي وراحتك. انا حطالك الكميه او العدد، وانتي شكلي فيها براحتك. انا حطالك 8 كيلو. انتي لو بتحبوا المكرونه بزياده، ماشي، هاتيها كلها مكرونه وهاتي كيلو شعريه. لو 7 كيلو هيمشوكي، هاتي كيلو لسان عصفور وكيلو ايه، وكيلو مكرونه، يعني 6 مكرونه وكيلو لسان عصفور وكيلو شعريه. يبقى كده ايه 8 كيلو. حطالك الكيلو في 25، برضو هتجيبيه سايبه، ماشي. وعاملين 25 في 8 ب200 جنيه. خلاص. تبقى الرز والمكرونه عندنا عاملين 500 جنيه، ماشي. ده اول حاجه. عندك ايه تاني؟ البهارات. انا الميزانيات بتاعتي لازم اذكر فيها البهارات، ماشي. سيبك من ان انت كل لما تعوزي تروحي تشتري دي مش هتنفعك خالص ومش هتنجز معاكي، وهتلاقي نص الميزانيه رايحه على البهارات اساسا اللي اروحها. فانت هتعملي ايه؟ انا معايا اول ما بنزل معايا ال200 جنيه، اشكل بقى، اجيب ب30 كمون، ب30 فلفل اسمر، اجيب لي ازازتين خل،
اجيب لي شكاره ملح 30 جنيه ولا ب 40 جنيه ولا ب 50 جنيه، شكاره على بعضها. انا بجيب الشكاره بتقعد معاكي الشهر، بدل ما كل يوم تروحي تجيبي كيس ملح فرط كده اللي هو او لوحده كده فرداني بمبلغ. لا، انت بتجيبي الشكاره فيها حوالي عن والله ما فاكره فيها كام كيس، المهم مبلغها بسيط. بتجيبيها بتقعد معاكي الشهر كامل. فهتجيبي لك شكاره ملح، هتجيبي بقى ايه البهارات اللي انت عايزاها بال 200 جنيه، وتجيبي لك ازازتين خل. ماشي يا حبيبه قلبي. وهاتي البهارات الاساسيه، بلاش البهارات اللي بنسيبها لحد لما نلاقيها سوست عندنا عشان بنستخدمها مره واحده مثلا عشان اكله. اروح اجيب مثلا ب 30 جنيه بهارات عشان هعمل اكله مره واحده في الشهر، والباقي اسيبه لحد لما الاقيه سوس. لا، انا بجيب الكمون والفلفل الاسمر، الكزبره، الملح، الحاجات الاساسيه والخل. ولو عايزه انا هعمل مثلا الشهر ده برجر، اروح اجيب لي بس مثلا ب5 جنيه بهارات برجر او كيس بهارات البرجر. هعمل مثلا كفته نفس النظام، هعمل مثلا اي حاجه بقى من بتوع البهارات والتوابل والحاجات دي. بتجيبي التوابل على قد الحاجه اللي انت هتعمليها، وتكوني عارفه ان انت هتعملي الشهر ده كذا، فبتجيبي بهاراته وتجهزيها. مش هتعملي بلا منها خالص، تبقى هاتيها طازه بطازه. ماشي. فده بالنسبه للبهارات. عندنا ايه تاني؟ هتجيبي كيلو فول مدشوش، ده اكيد للطعميه، دي حاجه معروفه. عندنا كيلو فول تدميس برضو ده للفول. ماشي. عندنا 100 جنيه عدس. ال 100 جنيه هتجيبي ب50 جنيه عدس اصفر، اللي هو الكشري الاسكندراني، عايز تعملي عدس اصفر اللي هو شوربه عدس والكلام ده. ماشي. وعندك 50 جنيه عدس بجبه، اللي هو العدس الاسمر اللي احنا بنعمل بالكشري المصري. ماشي يا حبيبه قلبي. عندنا ايه تاني؟ عندنا 5 كيلو دقيق، الكيلو ب20، هو ب17 عندنا هنا. انا حاطه لك الكيلو على 20، اللي هو الدقيق السايب ده اللي الشكاره ده. ده هتجيبي 5 كيلو، ال5 كيلو في 20 ب100 جنيه. ماشي. تبقى عندك بند الخزين 1000 جنيه. ده معروف بقى، كل شهر انا اروح مطلعه 1000 جنيه كده مكتوب عليها خزين، ده معروف للخزين. اكتب الخزين اللي عندي الناقص، عندي حاجه موجوده اروح سحب فلوسها واروح حطها في حصاله واحوشها، ما هي موجوده عندي خلاص. وامشي على البند ده زي ما بقولك كده، وانت هتوفري وان شاء الله ربنا هيكرمك وان شاء الله هتدعي لي. خلاص يا حبيبه قلبي. تعالي بقى البند اللي بعده، بند السوبر ماركت اللي هو بتاع الفطار. انت بتقولي التلاجة بتبقى فاضيه من نص الشهر، مش عارفه اعمل فيها ايه ومش لاقي حاجه احطها فيها، بحس بيتي فاضي على طول. لا يا حبيبه قلبي، احنا عندنا 700 جنيه. 700 جنيه بتجيبي طبق بيض. ماشي. بتجيبي طبق بيض ب180. بتجيبي لك علبة حلاوة ب150، او عايزة بدل الحلاوة عايزة تجيبي كوز لانشون، عايزة تجيبي اي حاجة. انت في 150 جنيه ده بتجيبي منها ايه؟ علبة حلاوة، عسل ابيض، لانشون، شوفي اللي انت عايزاه. ماشي. لا، ده اللانشون انا كاتبه له بند كمان. فانت ال150 دي علبة حلاوة، عسل ابيض، سلمون، زبادي، انت حرة. عندك طبق بيض ب180 وعندك 150 ده ايه؟ كاتبهولك علبة حلاوة، بس انت غيري فيه لو انت مش بتاكلي الحلاوة. عندك علبة مربى ب70 جنيه، هي عندي هنا ب60 وب65. انا مش عارفة الاماكن عندكم بتبيع ازاي. انا حاطالك رينج 70 جنيه، هتجيبي ده ايه بيهم مربى. عندنا ايه تاني؟ 5 علب جبنة، حاطالك 200 جنيه. انا حاطالك 200 جنيه زي ما تجيبي بيها وزي الاسعار اللي عندك، او تجيبي بيها جبنة قريش هتفضل معاكي طول الشهر. خلاص. او ان انتي تعملي ايه؟ بتجيبي جبنة قريش مثلا ب100، وتجيبي جبنة قديمة ب100 من الفلاحين اللي هم في السوق لما بتنزلي السوق. شوفي انت اللي يريحك ايه واعملي. عندنا ايه تاني؟ ب100 لانشون. 100 لانشون لو انت مثلا هتجيبي مكان علبة الحلاوة ب150 دي لانشون. ماشي. هتجيبي بالمية دي ايه؟ لبن. لبن للشرب الصبح. خلاص. انا هصورها لك الورقة اخر الفيديو، وانتي هتشوفي وتغيري وتحطي حاجة مكان حاجة. خلاص. شوفي اللي يريحك ايه واعملي. عندنا ايه تاني؟ اللحوم. انتي بتقولي احنا بناكل لحوم، عايزين دايما في يعني معظم اكلنا عشان الاولاد وكده عايزين لحوم على طول، عايزين اسماك، عايزين الاكل مش يكون ارداحي، عايزين على طول في الاسبوع مرتين 3. ماشي. فانا حاطالك 2500. 2500 وحاولي تمشي نفسك بيهم، هما ان شاء الله هيكفوكي ويوفوا، بس انتي ايه وشطارتك. 1000 دي فراخ. 1000 دي ايه؟ دي فراخ. اتشكلي بقى، تجيبي نصها بانيه، نصها وراك، شوفي اللي بتاكلي ايه. تجيبي مثلا
5 6 فرخات بال1000 جنيه دي، وتقطعيهم انت في البيت فيهم بركه، وتنضفيهم وتاخدي الكبد والقوانص اللي هي الحواجب بتاعت الفراخ دي، هتعمل معاكي اكله تانية. شوفي اللي انت عايزاه. انت معاكي 1000 جنيه هتجيبي بيهم ايه؟ فراخ. وعندك 1000 جنيه دي لحوم بلدي لو انتوا مش بتاكلوا المستورد. اما لو عادي عندكم يعني ممكن تجيبي مثلا ايه، لو انت هتجيبي لحمه بلدي هتجيبي بال1000 جنيه دي هتجيبي بيها كام؟ 2 كيلو ونص لحمه او 3 الا حاجه، دي لحمه بلدي. خلاص. لو مش عادي ممكن يعني مش لازم هتقولي مثلا لا مش هناكل كده على طول اللحمه زي ما انت بتقولي، خلاص هاتي ب1500 فراخ، ب1500 فراخ شهر كده، وشهر قسميه ل2000، 1000 لحمه و1000 فراخ. هتجيبي بال500 الباقيين من ال1000 بتاعت اللحمه دي، هتجيبيهم بقى لحمه مفرومه مستورده او لحمه بلدي مفرومه، اللي انت برضو ايه لو انت مش بتاكلي المستورد. عندك 500 ل 500 هم 2000 ونص. ال 500 دول بقى ايه؟ دول اسماك زي ما تحبي بقى. عايزه السمك المكاريل، عايزه سمك بولتي، عايزه سمك سفريديا، اي سمك انت تاكليه. هو عندك 500 جنيه تجيبي بيهم اسماك، تجيبي بقى 4 كيلو 3 كيلو، تجيبي اللي انت عايزاه. هم 500 جنيه الاسماك. ماشي. فده بالنسبه لبند اللحوم. بند السوق بقى وبند المنظفات، وده اللي انا ايه هتكلم معاكي فيه شويه. انا يعني بعد الميزانيه دي كده اللي باقي من الفلوس ال 6000 1800 جنيه بعد السوبر ماركت والخزين واللحوم. 1800 جنيه. لو انت عندك منظفات يعني بره الميزانيه، فانت هتقسمي ال 1800 على 4 اسابيع، هيطلع معاكي لكل سوق 450 جنيه. هتنزلي تشتري خضار وفاكهه. ده ايه لو انتي بتجيبي المنظفات دي بره الميزانيه. لا انا مثلا هي مع الميزانيه المنظفات لان انتي مش حددتيلي، انا سالتك بس انتي ما ردتيش عليا في التعليق. طيب انا لا انا تبع الميزانيه. طيب يا حبيبه قلبي شوف انا عملت لك ايه برضو. قسمت لك ال 1800 خليتهم 1400 ده للخضار، ده 1400 للخضار. هتنزلي كل اسبوع ب 350 جنيه بدل 450 جنيه. وهناخد 400 دي للمنظفات بقى، جميع المنظفات بقى، معطر للجو، فينيك او معطر للبيت، او دوني او شوفي اللي انت عايزاه، البرسيل بتاعك على حسب بقى نوع غسالتك. يعني بصي الصابون السائل والسلكه والصابون بريحه والشاور معاكي 400 جنيه. انت بقى وشطارتك برضو شوفي انت عايزه تجيبي ايه وهاتي. ماشي. ويا رب تكون الميزانيه عجبتك، وانا على قد ما قدرت والله عصرت لك دماغي وطلعت لك كل اللي اقدر عليه هنا في الميزانيه دي. شوفي انتي هتمشي نفسك ازاي والدنيا هتمشي معاك ازاي. بس اي حاجه لما تخططي لها وتحسبي لها صدقيني عمرها ما هتخرم منك الميزانيه. زي ما انتي بتقولي من نص الشهر انا مش بلاقي فلوس، لا يا حبيبه قلبي، انتي بالراحه واحده واحده كده. اقعدي هاتي ورقه وقلم، وزي ما قلت لك بند الخزينه عندي هنا اشوف انا ايه اللي ناقصني فيه واجيبه. بند المنظفات نفس النظام، اللي موجود اشيل فلوسه احطها في حصاله هتنفعني في وقت تاني. ممكن يكون مفيش فلوس، ممكن الدنيا تزنق معايا، لو مفيش اي حاجه خالص احوشها انا اجيب بها اي حاجه ليا، حاجات شخصيه ليا انت حره. ماشي. او خزين احطه في الفريزر لرمضان، زي مثلا اجيب طماطم اسبكها واحطها، اجيب اي خضار موجود في السوق ودي موسمه مثلا اجيب مثلا واحط في الفريزر. ده كله بينفع معاكي بعدين. ماشي. ويا رب الميزانيه تكون عجبتك، ومعلش على تاخيري. انا والله العظيم غصب عني. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبك. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.